الكتائب التكفيرية، شو بدها تسمى، الكتائب المسلحة، داعش وغير داعش، حتى نحمي أهلنا في منطقة رأس العين من حمايتهم من هذه يعني حتى يعني في شباب أول عمرهم كذا عم يخدعون، عم يضحكوا براسهم نحن إسلام ودولة إسلامية وما بعرف شو، يخدعوا الناس تحت اسم الإسلام، تحت السرقة، تحت المال. نحن إذا قدرنا ونقدر، إذا تكاتفنا وتوحدنا، والله نقدر أن نشتغل بكل هالقرى وننظم هذه القرى ولا يمكن لأحد أن يدخل على هذه القرى، تكون قرى منظمة. بداية نرحب بالجميع. قمنا بعقد اجتماعين قبل هذا الاجتماع، وناقشنا عن وضع رأس العين والأزمة السورية ومعاناة شعبنا في هذه المنطقة. هناك احتياج لتشكيل لجان أو هيئات من أبناء المجتمع أو من وجهاء المجتمع من أجل تنظيم وتوعية وحتى تشكيل وحدات من أبناء القرى وحتى من أبناء المدينة من أجل الحماية. أنا كنت أحب هذا يكون في تمثيل صورة شهيد عربي نصف رأس العين جنب إخوانه الشهداء الأكرام. أنا كنت أحب هذا يكون في مدخل رأس عين كلمتين ثلاثة من هذول اللي استشهدوا. هدفنا هو تغيير سلمي، تشكيل أو بناء نظام مدني ديمقراطي لعامة سوريا.